جرح تتساءل أدواه ودماء تحضن قراءة القرآن وكثرة الدعاء ومعرفة أثر الذنب. ولابن القيم رحمه الله كتاب الداء والدواء أو الجواب الشافي لمن سأل، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وفيه مقدمة طويلة جدا في ذكر آثار الذنوب. فمن علم أثر الذنوب ولو لم يكن من أثرها إلا أنها تبعد المرء عن الله جل وعلا بقدرها إن لم يسارع بالاستغفار والإنابة والتوبة والحسنات الماحية. ولا خير في الذنوب لا خير فيها، والاستئناس للذنوب على اختلاف أنواعها: ذنوب القلب، ذنوب اللسان، ذنوب العين، ذنوب المشي، ذنوب في حق الغير، من أقل الذنوب إلى أعظمها وهو الشرك بالله تعالى، لا خير للإنسان فيه. والعبد المؤمن إذا عود نفسه ترك الذنوب اعتادت عليها، ليس صعبا، لكن تعود النفس على شيء ثم يصعب عليك تركه لأنك تعودت عليه. فالواجب على المؤمن القوي أن يعود النفس على ما لا يضره في كبره، لأن النفس إذا تعودت على شيء إذا كبر قد يألف هذا الشيء ولا يدري متى الممات، لكن يعود نفسه على شيء يكون فيه قوة على النفس حتى تلين، يصبح لا تتوق إلى مثل هذا، بل تأنف نفسه من بعض الذنوب والآثام. وهذا راجع إلى قوة العبد مع نفسه، وهو أمر صعب خاصة في مثل زمننا هذا على الشباب، لكن من استعان بالله أعانه، ومن استكفى بالله كفاه. وأكثروا من قراءة القرآن يا شباب، أكثروا من قراءة القرآن والصلاة، خاصة صلاة الليل لمن تمكن. قراءة القرآن والتدبر فيه في قوة في النفس، في قوة، يعطيك قوة. لا تنظر لأحد بشيء، يكون عندك قوة في قلبك لا تهتم إلا بما أراده الله جل وعلا. وإذا أذنبت فاستغفر، فخير المذنبين المستغفرون.